حيث يروى التاريخ. ولد الدكتور مصطفى كمال مشرفة في مدينة دمياط بمصر عام 1988 في وقت كانت فيه المدينة تشهد تحولات اجتماعية وثقافية كبيرة. ونشأ مصطفى في عائلة كريمة، كان والده من وجهاء المدينة، وعرف بحبه للعلم والثقافة مما أثر بشكل كبير على تربية مصطفى. وكان مصطفى طفلاً ذكياً محباً للمعرفة منذ صغره، حيث كان يقضي ساعات طويلة في القراءة والدراسة، وأظهر نبوغاً مبكراً في الرياضيات والعلوم مما لفت انتباه معلميه وزملائه، وتفوق على أقرانه في المدرسة، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات. ودفعه شغفه بالعلم للسعي وراء تحقيق حلمه في أن يصبح عالماً كبيراً، حيث كان يطمح إلى إحداث تغيير إيجابي في العالم من خلال اكتشافاته العلمية. تلقى مصطفى مشرفة تعليمه الابتدائي في مدارس مصر، ثم التحق بمدرسة المعلمين العليا، وأظهر تفوقاً ملحوظاً في الرياضيات والفيزياء مما أهله للحصول على منحة لدراسة العلوم في إنجلترا، فسافر إلى جامعة نوتنغهام ثم إلى جامعة لندن، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء بتفوق. عاد الدكتور مصطفى مشرفاً إلى مصر بعد تخرجه من جامعة عالمية مرموقة ليبدأ مشواره العلمي كأستاذ للرياضيات الطبيعية الفيزياء الآن في جامعة القاهرة، حيث كان شغوفاً بنقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة. وكان يؤمن بأهمية بناء قاعدة علمية قوية في مصر، فسعى جاهداً لتطوير البحث العلمي والتعاون مع العلماء من مختلف أنحاء العالم، فكرس جهوده لتدريس الفيزياء ونشر الثقافة العلمية، مؤمناً بأن التعليم هو المفتاح لتقدم الأمم. وأسس مدرسة علمية مصرية رائدة كانت بمثابة منارة للعلم والمعرفة في المنطقة. خرجت عدداً كبيراً من العلماء الذين ساهموا في تقدم مصر في مختلف المجالات، وأصبحوا رواداً في مجالاتهم، مستمرين في إرث الدكتور مصطفى مشرفة. اشتهر الدكتور مصطفى مشرفة بأبحاثه الرائدة في مجال النظرية النسبية وميكانيكا الكم، وكان من أوائل العلماء الذين أدركوا أهمية نظرية النسبية لأينشتاين، وساهم في تطويرها وتطبيقها على مستوى الفضاء، ونشر العديد من الأبحاث العلمية المتميزة في مجلات علمية مرموقة، مما أكسبه تقديراً عالمياً واسعاً، ولقب بأينشتاين مصر. لم يقتصر دور الدكتور مصطفى مشرفة على البحث العلمي والتدريس فحسب، بل كان له تأثير كبير في مجالات متعددة، بل امتد ليشمل العديد من المناصب العلمية والاجتماعية، حيث كان له دور بارز في تطوير المجتمع العلمي. فقد شغل منصب عميد كلية العلوم في جامعة القاهرة، وكان له تأثير كبير في تحسين مستوى التعليم العالي، وساهم في تأسيس مجمع الفنون والآداب مما أثر الحياة الثقافية في مصر. كذلك شارك في تأسيس أكاديمية اللغة العربية، وساهم في نشر اللغة العربية وتعزيز مكانتها، وكان مؤمناً بأهمية ربط العلم بالثقافة واللغة العربية، مما جعله شخصية فريدة في تاريخ العلم والثقافة. توفي الدكتور مصطفى مشرفة عام 1950 تاركاً وراءه إرثاً علمياً وثقافياً ضخماً، فقد ساهم بشكل كبير في نشر الوعي بأهمية العلم والتكنولوجيا في مصر والعالم العربي. ولقد أثبت بمسيرته العلمية الملهمة أن العرب قادرون على المساهمة في تقدم الإنسانية
وإثراء العلم والمعرفة.